اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الجمال والحلاوة ديت؟ هنعمل مع بعض الفطير الشرقي بطريقة سهلة جدا من غير ما نستخدم ولا معلقة سمنة، وتحدي مش هستخدم ولا معلقة سمنة. وهنعمل كمان الفطير المحشي اللي هو عبارة عن رول محشي لحمة مفرومة. تعالوا بينا بقى نشوف المقادير وطريقة التحضير. ويا ريت طبعا لو أول مرة تشوفوا قناتي اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. المقادير معانا: هنحط الاول معلقه سكر، رشه ملح، وبعد كده هننزل عليها بكوبايه ميه دافيه وهنقلبهم كويس جدا. عجينه الفطير يا جماعه بنستخدمها دقيق وميه بس. هننزل باربع كوبايات دقيق، ولو انت عايزه تعملي كيلو او نص كيلو الكميه اللي انت عايزاها. الفطير بتعجن بدقيق وميه بس، بتحطي رشه ملح ومعلقه سكر عشان يكون الدقيق بتاعنا او العجينه بتاعتنا ليها طعم. بعد كده هنسيبها ترتاح. اهم حاجه ان احنا نسيبها ترتاح شويه كده اهوت نص ساعه، وبعد كده هنرجع نعملها كور على حسب انت عايزه الفطيره بتاعتك كبيره او صغيره. وبرده بعد ما نعملها كور هنسيبها ترتاح تاني لمدة 10 دقايق كده اهوت، ونبتدي نفردها معاكم. مفروض الدقيق احنا عارفين ان هو بيتفرد بالسمنة، ده احنا هنفرده بالدقيق بس عشان نوفر. طبعا السمنة بقت غالية جدا، فبدل ما تحطي مثلا نص كوباية سمنة انت اولى بيها، تعالى نفرده بالدقيق بس. وجربي هيطلع معاكي طعمه يجنن وتحدي كمان. جربي الطريقة ديت الفطير بالدقيق، واكتبي رأيك في التعليقات، رأيك هيهمني طبعا. بعد كده كان عندي لحمه مفرومه معصجه، كنت عامله مكرونه بشاميل وشلت حبه كده اهوت على جنب. استخدمتهم تاني يوم. حبيت ازود الكميه شويه، حطيت عليها بطاطس عشان القيمه الغذائيه كمان بتاعتها تكون عاليه. وهبتدي بقى واحط كمان جبنه موتزاريلا. الحاجه اللي موجوده عندك، ممكن تحطي كمان جبنه رومي لو فيه. وبرضه في ناس بتستخدم يا جماعة في الحشو الجبنة القريش، حلوة جدا ومفيدة وكمان بتدي نفس المطة بتاعة الجبنة الموتزاريلا. الحشو كده عندنا جاهز، عبارة عن لحمة متعصجة ببصل وفلفل وطماطم، وعليها التوابل بتاعتها، وحطينا عليها بطاطس وجبنة موتزاريلا. هنجيب بقى العجينة بتاعتنا. بص انا فردتها بالدقيق، خليتها رقيقة خالص. هجيب الحشو بتاعي بالشكل دوت. الاول هنعمل معاكم الرول. ممكن اي حشوة، ممكن تغيري الحشوة، ممكن تخليها حشوة جبن بس، ممكن تخليها فراخ، سوسيس، اي حاجة انت بتحبيها. وهنلف كده بالشكل دوت. وبعد كده هنجيب النشابة ونحاول نخلي شكلها مختلف شوية عشان تكون شكلها حلو كده، عشان العين بتاكل قبل البق. طبعا بقى معانا الشكل دوت. هنقدمها، هنحطها على صاج فيه ورق زبدة مدهون بالسمنة، وهنعمل الكمية كلها بنفس الشكل دوت. بصوا ما شاء الله العجينة جميلة جدا وارتاحت، وكمان انا فردتها لغاية ما بقت رقيقة خالص. هنعمل تاني واحدة بنفس الشكل. بعد كده هنعمل معاكم بقى الفطير الشرقي. انا قلت اجرب كده الفطير من غير سمنة، بس بصراحة نتيجته عجبتني جدا، وقلت كل مرة ان شاء الله هعمل الفطير الشرقي هفرده بنفس الطريقة. جربوه والله مش هتندموا وهتعجبكم الطريقة جدا جدا. كده انا خلصت الرول، وكمان هعمل واحدة معاكم رول شوكولاتة. وبص طريقة الفرد ديت برضو سهلة، ممكن تفردي كده نفس الطريقة. ممكن تعملي منها رقاق، تعملي منها عجينة الجلاش، عجينة السمبوسة. ان شاء الله نعمل كل دوت مع بعض في القناة. بس انتوا شجعوني بالاشتراك واللايك، واعملوا لايك للفيديو عشان يوصل للناس كلها والكل يستفيد. زي ما انت ممكن تخشي على الفيديو تاخدي منه معلومة، ما بتبخليش عليا بالاشتراك او اللايك عشان انا كمان استفيد، وده مصدر رزقي يا جماعة. بعد كده هنحط العجينة كده بالشكل دوت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده انا هعمل فطيره شرقي. بصوا انا فردتها من غير ولا سمنه ولا اي حاجه. حطيت الحشو في النص، وكمان هحط حبه حشو عليها من بره. والتانية واحده برضو عملتها كده، بس كبرت الحجم بتاعها خليتها اكبر شويه. حطيت الحشو بتاعي، وبعد كده هحط عليها طبقة تانية. هعمل معاكم واحدة بقى بالشوكولاتة. بس حسيت ان اللي معمولة بالشوكولاتة نشفت شوية، مش عارفة عشان نوع الشوكولاتة ولا عشان ايه. احلى واحدة بصراحة كانت احلى واحدة في الطعم اللي هي البيتزا الشرقي، كان طعمها جميل جدا. عملت كده واحدة معاكم بالشوكولاتة ولفيتها لون. ممكن كمان تعمليها بالمكسرات، لو عندك مكسرات، جوز الهند، زبيب، سوداني، ممكن تعمليهم كده تقلبيهم على بعض في طبق وتحطيهم في النص. سكر برضو يبقى حلو معاكي. انا عملت برضو واحدة بالسكر لان الحشو معايا خلص. فعملت 2 بالشوكولاتة وواحدة بالسكر، وما شاء الله طعمهم طلع احلى من بعض.
هاعملها كده بالشكل دوت واسيبها ترتاح برضو نص ساعة. الاولاد كانوا بيتخانقوا على ام شوكولاتة ديت بصراحة. ودي عملتها بالسكر ولفيتها كده بالشكل دوت. دي اخر واحدة عملتها، عملت 2 بالشوكولاتة وواحدة بالسكر عشان يتبقى معايا عجينة والحشو خلص. عملت كده بالشكل دوت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده انا خلصت الكمية كلها، عملت 3 رول محشي لحمة مفرومة و2 سكر واحدة سكر و2 شوكولاتة، وعملت 2 فطير شرقي. بصراحة احلى واحدة واخف واحدة واجمل واحدة في الطعم اللي هو الفطير الشرقي. ما تخيلتش ان هو يطلع بالجمال والحلاوة ده كله، وكمان ما فيهوش ولا معلقة سمنة. كده لو عندك بضاية ممكن تدهني بيها الوش. انا دهنته كده هو بحبة لبن ورشة سكر، ممكن لو الحلو، لو حادق بحبة لبن بس. وكمان الفطير حطيت عليها حبة لبن. اللبن هيخلي العجينه بتاعتك طريه كده اهوت وجميله. وهحط من فوق بقى حبه جبنه موتزاريلا، لو عندك حشو ممكن تحط على الوش من فوق. والتانية حطيت فيها احط حبهان، لا حبه البركه ولا ايه معلش بقى. وحطيت زيتون. لو عندك بقى فلفل، شرايح طماطم، حط على الوش اللي يعجبك يعني. المطبخ ده لعبتك، اعملي فيه اللي انت عايزاه يعني، والمتوفر عندك والموجود عندك على حسب الميزانية دخليه بقى في حلو وفي حادق كده يعني. استتات البيت الشاطرة مش بتغلب في حاجة يعني. هحط كمان كده حبة البركة على الوش، كان طعمها حلو جدا. والحلوة هحط عليها سكر، ممكن تحط عليها سمسم. يا جماعة في الحشوات او المعجنات الحادقة بنستخدم حبة البركة، في المعجنات المسكرة بنستخدم السمسم. تمام على الوش يعني. كده خلصت البيتزا بتاعتي وهوريكم شكلها بعد ما استوت بقى، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. قطعيها بالمخرطة هتفرق معاكي وتكون سهلة التقطيع يعني. فكرة المخرطة دي حلوة جدا. وهي سخنة طبعا. البيتزا او الفطير الشرقي ما بيتاكلش غير وهو سخن يعني، الاولاد كانوا بيتخانقوا عليها. خلصتها كده بالشكل ده وهقدمها معاكم. يا جماعة المحتوى القناة تلاقوا فيها فيديوهات كتيرة جدا هتعجبكم. شجعوني واتفرجوا على الفيديوهات. ابني كان لسه جاي من المدرسة وحطلي البسكوت بتاع المدرسة جنب التصوير، قلت له ربنا يسامحك بوظتلي الفيديو. آه، بعد كده هوت عندي البيتزا. الفطيره اهو، بص الفطيره ما شاء الله عامله ازاي يعني، هي بتتكلم عن نفسها. وانتوا اديكوا شفتوني ما حطيتش فيها ولا معلقه سمنه. جميله جدا، طعمها كان خيال. وعدت نفسي ان انا هعملها معاكم ان شاء الله مره تاني بالفراخ، بيبقى طعمها احلى واحلى. وباللحمه المفرومه جميله، بس بالفراخ طبعا احلى بيتزا ممكن تاكليها بالفراخ. دي المعموله بالشوكولاته، الاولاد كانوا بيتخانقوا عليها. وده الرول اللي هقطعه معاكم دلوقتي اوريكم شكله عامل ازاي، جميل جدا. ما تقدريش تخلصي القطعه يعني القطعه الواحده تكفي بصراحه وتشبع. مغذيه جدا طبعا، فيها خضار وفيها لحمه مفرومه بروتين وفيها معجنات ونشويات يعني، كل حاجه متوفره فيها. كده خلصنا الفيديو بتاعنا. وما تنسوش طبعا تشجعوني بالاشتراك واللايك، بحبكم في الله. واكتبوا رايكم في التعليقات، ايه رايكم في الفطير من غير سمنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.